السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير. الفيديو بتاعنا النهاردة حلو جدا ومفيد جدا. هنقلي مع بعض السمك بمعلقتين زيت ومعلقتين دقيق. معقول يا دنيا الكلام اللي بتقوليه ده؟ والله يا جماعة زي ما بقولكوا كده. يعني لو الزيت مش متوفر عندك او الزيت غالي وبتستخسري تجيبي ازازة وتضيعيها في قلية السمك، هتقلي السمك من غير زيت خالص. وكمان الناس اللي بتتعب من السمك المقلي اللي شارب زيت وبيعمل لهم حموضة وبيتعب معدتهم هياكلوه وهم مبسوطين ومش هيتعبوا. الناس اللي عاملة دايت ونفسهم ياكلوا سمك مقلي وما بيعرفوش ياكلوه علشان بيكون شارب زيت كتير، هياكلوه وهم ضميرهم مرتاح. ما عندكيش الاير فراير ونفسك تاكلي سمك مقلي من غير ما يكون شارب زيت، هتعمليه من غير ما يكون عندك اير فراير. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الفيديو بتاعنا على طول. بسم الله، هنبدأ الفيديو بتاعنا وهنا معايا 4 سمكات حوالي 1.5 كيلو من السمك. هو لسه جاي من عند الراجل حالا مفضياه من الكيس. هننضفه مع بعض بقى بطريقة حلوة قوي، مش هيكون فيه اي ريحة زفارة خالص. معايا هنا كده حوالي 3 أو 4 معالق من الدقيق، حطيت عليهم كده شوية من الملح حوالي 3 معالق كبار. هنقلبهم كده مع بعض وهو لسه جاي من عند الراجل على طول. طبعا هو بيشيل البطن بتاعته بس وبيسيبه لنا بالشكل ده. هناخد بقى شوية بشوية كده من الدقيق على الملح ونبدأ نفرك السمك كده فركة حلوة، ونطلع اي حاجة لونها غامق او لونها اسود او اي تجمعات كده من الدم بتكون موجودة جوه بطن السمكة. الحركة ديت لما بتفركي بالدقيق والملح كده بتخليه يطلع اي حاجة مش حلوة فيه. بعد كده هاخده تحت الحنفية اغسله لحد ما اخليه زي الفل من بطنه. بصوا هنا بعد ما غسلته الدقيق والملح اللي فرقتهم بيه شالوا اي حاجه خالص من جوه. وطبعا لو عندك فرشه مخصصاها للسمك هتكون احسن واحسن كمان من ايدك. بعد كده هحط معلقتين من الدقيق ومعلقتين من الملح وهنزل عليهم بالميه كده وهنقع فيهم السمك شويه كده حوالي نص ساعه او ربع ساعه، علشان الدقيق والملح برضو بيخلوا اي زفره فيه موجوده بتتشال على طول. ولو عندك معلقه طحينه حطيها مع الميه دي هتخليهولك زي الفل اكنك بتاكلي فراخ مش سمك. ونصيحه بلاش تحطوا خل، الخل يا جماعه بيزفر الحاجه وبيهري لحم السمك. بلاش خل خالص في تنظيف السمك. تعالوا بقى على ما السمك يتنقع شوية كده في المية والدقيق والملح، نعمل التتبيلة اللي هنتبل بيها السمك بتاعنا. معايا هنا الكبة او الهون او اي حاجة هتفرمي فيها التتبيلة اللي هنتبل بيها السمك. التتبيلة بتاعتنا بقى عبارة عن ايه؟ معايا كده معلقتين من الملح، معلقة من الكزبرة الناشفة المطحونة، معلقة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة من الكمون، وحوالي 5 أو 6 فصوص توم، او كتري شوية لو فصوص التوم عندك صغيرة. ومعايا كمان قرن فلفل كده احمر او اخضر المتوفر عندك حطيه. ومعايا كده شويه من الكرفس، وده الكرفس مفرزاه بنفس الطريقه اللي فرزت بيها معاكم الخضره والفلفل الالوان لما عملته لكم فيديو. بينفعني يا جماعه على طول الكرفس الخضره اي حاجه بتكون معايا. ولو مش متوفر عندك كرفس ممكن تستخدمي شويه كزبره. هنضربهم بقى كده وننعمهم لحد ما يكونوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هعصر عليهم ليمونتين كده حلوين كبار، وهنقلب التتبيله كده مع الليمون، وهتكون عندنا احلى تتبيله لاحلى سمك مقلي. وهنا السمك بعد ما صفيته كده من الميه والملح والدقيق وغسلته مره تانية كده تحت الميه الجاريه، هنبدا بقى نتبله بالتتبيله بتاعتنا دي. همسك واحده واحده كده وهبدا اخد شويه صغيرين كده من التتبيله واحطها جوه بطن السمكه، وهنحط شوية كده كمان جوه راس السمكة، ونحط شوية كمان كده على جسم السمكة من بره. ولو السمك بتاعك حجمه كبير ممكن تعملي شقين كده في ظهر السمكة وتحطي فيهم كمان تتبيلة. لو السمك حجمه كبير قوي، لكن لو متوسط اعمليها كده مش هيحتاج ان انتي تعمليه تشقي له يعني من ظهره او تفتحي لحمه من بره. زي ما انتوا شايفين اهوت باخد شوية تتبيلة كده، احط حبة جوه بطن السمكة وحبة كده على جسم السمكة من بره. بعد ما تبلت السمك كله بقى عندي حبة مش هنرميهم لان انا هستخدمهم في بقية الوصفة اللي معايا، حوالي كده معلقة كمان من التتبيلة. هنسيب السمك يتبل كده حوالي ربع ساعة او نص ساعة يشرب من التتبيلة، وبعد كده نشوف هنعمل مع بعض ايه. معايا بوله كده هحط لها معلقتين من الدقيق. المعلقه دي يا جماعه اللي هي المعلقه المعياريه، ممكن تستخدمي معلقه الاكل الكبيره تمليها كده معلقتين من الدقيق، عليهم كده معلقتين من الزيت، وتحطي عليهم كمان معلقه من النشا، وهنقلبهم مع بعض كويس لحد ما ندوبهم مع بعض. وبعد كده هحط لهم معلقه الخلطه اللي كانت باقيه معايا من تتبيله السمك.
وهنقلبهم كده مع بعض ونشوف هنعمل مع بعض ايه. نص معلقة كده من الزيت هحطها في صينية وهبدأ ادهنها كده او ابطن الصينية بنص معلقة دي. بصوا رشة بسيطة جدا من الزيت، هفرشها كده في الصينية كلها واغلف بيها الارضية بتاعة الصينية كده. تمام. بعد كده هنبدأ بقى نجيب السمك اللي احنا متبلينه ونبدأ نرصه في الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وناخد كده من التتبيلة اللي معانا في البولة وندهن بيهم السمك كده من الوش ومن الظهر. يعني بتدهنيها كده من الوش وتقلبيها على الوش التاني وبعد كده تدهني الوش التاني. يبقى انا بمعلقتين الدقيق وبمعلقتين الزيت دهنت السمك من الجنبين. طيب التسويه ازاي بقى يا دنيا علشان يطلع معانا مقرمش ومستوي وزي الفل؟ بصوا يا جماعه، احنا لازم بنولع الفرن قبلها ب10 دقايق، يعني السمك بيدخل على فرن سخن جدا. دي خطوه مهمه ومن اهم الخطوات في التسويه ان السمك يدخل على فرن سخن جدا. بحط السمك تاني رف من تحت، يعني بيكون قريب من النار، بتحطي كده الصاج تاني رف من تحت وبتحطي صينيه السمك. عندك مروحة بتشغليها من اول التسوية. طيب ما عنديش مروحة يا دنيا، بستنى لما السمك كده حوالي 10 دقايق ربع ساعة السمك بيبدأ ياخد لون من تحت ويحمر. في الوقت ده يا اما تقلبيه يا اما تشغلي له الشواية من فوق، هيحمر من فوق زي من تحت بالظبط. السمك بياخد قد ايه؟ بياخد حوالي نص ساعة بالكتير قوي بيكون زي الفل، وتحمر من تحت وتحمر من فوق. معلش هعيد معاكم خطوة التسوية تاني علشان دي مهمة جدا. السمك بيدخل على فرن سخن متسخن قبليها ب10 دقايق على اعلى درجة حرارة عندك في الفرن. بحط الصاج بتاع الفرن تاني رف من تحت قريب من النار، بحط السمك حوالي 10 دقايق ربع ساعة بالكتير بيحمر وبياخد لون حلو قوي من تحت. لو عندك مروحة شغليها من بداية التسوية، ما عندكيش مروحة بتستني لما بتلاقي السمك اخد لون من تحت، لون احمر حلو كده وجميل. بعد ما ياخد اللون الاحمر الجميل كده من تحت وما عندكيش مروحه، بتطلعي الصاج في النص بيكون في الرف الاوسط وبتشغلي له الشوايه، هياخد من فوق اللون الاحمر الجميل وهيكون لونه تحفه من فوق ومن تحت. بياخد قد ايه يا دنيا؟ بياخد تقريبا نص ساعه وبيستوي بيكون زي الفل. وهنا السمك بعد ما خرج من الفرن اقسم بالله يا جماعه كانت ريحته قلب الدنيا قلبان، ريحته حلو قوي وطعمه بالنسبه لي انا احلى من المقلي بمراحل. طعم السمك ولحم السمك كده باين، مفيش بقى لا ريحه زيت باينه فيه ولا شارب زيت ولا حاجه كده تجزع النفس، احلى بكتير. انا بالنسبه لي مش هعمل السمك مقلي تاني حتى لو متوفر عندي زيت ومش بالنسبه لي فيه مشكله، مش هقلي السمك غير بالطريقه دي لانه بجد حلو قوي يا جماعه. شايفين شكله تحفة بجد يا جماعة، حلو قوي. نستنى لما يبرد شوية كده وبنبدأ بقى نقدمه في الطبق. بنرش عليه شوية بقدونس كده صغيرين، ممكن ما ترشيش عليه بقدونس لو مش عايزة. وقدمت معاه الرز الصيادية بتاع السمك، هحط لكم اللينك بتاع الرز كنت عاملاه مع فيديو تاني بتاع سمك، هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. بس يا جماعة نصيحة مني بلاش تحطوا خضرة او اي حاجة تحت السمك علشان بيطريه. خليها كده ناشفة وتحطي السمك ناشف في الطبق من غير الخضرة، يعني رش عليه رشة بقدونس او رشة كزبرة من فوق كده بسيطة، بلاش تحطي تحته فرشة الخضرة دي علشان خليته يطرى من تحت. خلاص، دي بس الملحوظة اللي معجبتنيش لما عملتها. الفيديو بتاعنا خلاص خلص. اللي عجبه السمك المقلي اللي من غير زيت يعملي لايك، مستنياكم بجد بجد تجربوه لانه حلو قوي. واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.